نفسي، أنا ماني إنسان عم عاني من مرض نفسي يعني، وفي شيء معين أنت نسيانه وهو الأهم لحتى أنك تقدر تحس، تقدر توصل، تقدر تعيش، إنه بالفعل في شيء أصلا بالحياة، أي شيء بدك تدفع له مقابل. أهلا وسهلا بمحمد عن جديد، كيفك؟ الحمد لله اليوم كتير تمام. و محمد أنت كنت معنا سابقا، طلعت ب يلا ستوري بلس، وكانت مشكلتك اللا إحساس، اللا شعور، الاكتئاب. اليوم شايفك مبتسم، شو اللي استجد؟ اللي استجد إنه يمكن كنت غفلان عن شيء معين، وحتى كثير من الناس حاولوا إنه يصححوا لي إياه ويذكروني فيه. طبعا هو بالقلب، إيماننا بالله سبحانه وتعالى. قبل بمرة لما نزلت هذيك المقابلة لقيت كثير ناس حاولت إنه تعطيني آراء، تعطيني أفكار، تعطيني كذا، واغلبه اتجه لعلاج نفسي. انا ماني انسان عم عاني من مرض نفسي يعني الحمد لله، ولا ابدا، بس كانت فائد. في اوقات امور نحن بنفقد فيها مشاعرنا، احساسنا تجاه اي شيء كان، فبتلاقي انه انت بدك تدور على شيء، وفي شيء معين انت نسيانه وهو الاهم لحتى انك تقدر تحس، تقدر توصل، تقدر تعيش اي شيء، المشاعر والتجارب. فحاولت انا اني اقدم، يعني أنا مثلا كان وقتي عبارة عن شغل ومشاكل ومشاوير، فقلت لا، أنا بدي أخصص شيء أقدمه لربنا من وقتي، مثل كيف الإنسان إذا بده يضحي بشيء لحتى يحصل على شيء، ولقيت إنه هيك الحياة لازم تعطي لحتى تاخذ. فصرت عندي يقين إنه في شيء اسمه قانون استحقاق، يلي هو إنه أنا بقدم شيء فبستحق هذا الشيء. هي مو بس إنه صلاة، ومو بس إنه قرآن، في لقيت شغلات أعمق، بأنه ما نحكي على حدا، لأنه حينحكى علينا، حيأثر على نفسيتنا، حنتأثر حتى لو أنه ما سمعنا أو ما عرفنا، حنتأثر نحن تلقائيا. يعني أنا ما بدي أجي أشكي لك والله أنه فلان الفلاني عمل، لا، خليه نوع الستر، يعني مثل وإذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا. فحتى إذا أنت سترت، إذا ما أنت ارتكبت المعصية، بس إذا أنت شفت أي إنسان راكب المعصية أيا كان، عم يحكي على حدا، عم يشكي عن فلان عن كذا، إذا أنت سترت حتستحق استحقاق إنه أنت عملت شيء منيح، فحيجيك الشيء المنيح. فأنا عن جد جربت هذا الشيء ولقيت منه كتير نتيجة. صرت صلح أمور أنا جواتي كإنسان، يعني أي شيء صرت كنت قبل عم عاني منه، جرب أعمل شيء بس إنه باتفاقية بيني وبين إيماني بالله سبحانه وتعالى، انه انا حاعمل هذا الشيء كرمال مثلا احس بشيء معين، فلاقي نتيجه، وحب هذا الشيء، حب نوع الستر. يعني هي فيها تعمق بشكل كثير مخيف، انه سبحان الله وتعالى، يعني استور على اي موضوع، على اي شيء حتلاقي مقابل، حتلاقي شيء كثير حلو ناطرك. ساعد ابسط شيء ممكن تقدر عليه، مو بس مال. اوقات في ناس بتحتاج نصيحتك، في ناس بحاجة لأنك تسمعها، في ناس بحاجة لكتير أمور مو بس ماديات يعني. فجرب أنك أنت دائما أنه تبادر، أنه أنا بدي أقدم هذا الشيء كرمال هذا الشيء، بس أنه داخليا يعني. أنت واضح أنك بلشت برحلة وعي. مين اللي وعاك على قانون الاستحقاق؟ هلا قانون الاستحقاق، بصراحة أنا شفت مقطع فيديو لأحد الشخصيات يعني المعروف اللي بيحكي عن علم أحمد عمارة شي ولا غيره؟ أحمد عمارة. هي اللقطة كانت إنه قانون استحقاق، إنه بالفعل في شيء أصلا بالحياة، أي شيء بدك تدفع له مقابل. فانه بالفعل ليش ما بنفكر فيها نحن، انه في شيء بنستحقه بس بدنا ندفع له. يعني حتى ابسط الامور، يعني الضحكه بدنا نخلق سعاده او كذا لحتى نبتسم لحتى كذا. فلقيت كثير شيء مريح انه نحن نكون عندنا ايمان من جوا، انه انا بدي اقدم حتى استحق، اذا ما قدمت ما حاستحق شيء، وحضلني مثل ما انا. وقت يجيك شيء سيء بالحياة بتكون تستحق. هي كيف يعني؟ الحقيقة المرة، وقت يكون استحقاقك قليل فبتحصل على القليل. لا، لانك انت مقدم شيء قليل. مقدم شيء غلط، هذا اللي عم ايه بحكيه، بقصد يعني، ما انه الحياة بتوقف او ما في شيء، لا بالعكس بتنعكس عليك بطريقة سلبية. وكل ما قدمت صح. اي شيء كان، اي شيء مو بس ماديات، اي شيء كان، اي شيء بتقدر عليه. يعني عم اقول لك، سواء اذا بدك تسمع حدا، انت عم تقدم له شيء مساعده، هي إن انا بدي اسمعك، بدي اتحملك، ما انا كمان وقتي ملكي، فانا عم اقدم لك وقتي، فانا حاستحق، حلاقي حدا ممكن يجي ينصحني نصيحه يفيدني فيها. وكل ما عم اقدم شيء عم يكبر، ويصير عندي رغبه اكثر بانه اقدم قد ما بقدر، قدر المستطاع طبعا لو شو ما كان، لانه حلاقي. ان شاء الله يا رب. الله يبعث لك ايام حلوة. الله يسلمك يا رب.
كتير انبسطت اني رجعت هيك التقينا وانه والله في نقله نوعيه صارت بحياتك. انا سافرت من هذاك اليوم لما عملت المقابله، واليوم امبارح وصلت انا على الشام. سبحان الله، مارقين اني شفتك بالصدفه وحبيت اني استحقاق. استحقيت، والله اني استحقيت. شكرا يا حبيبي، يا شكرا. حبيبي شكرا لكم كثير، الله يعطيكم العافيه يا رب.